تماما. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. القرآن إخواني وأخواتي من تأمله وجوديا، من قرأه قراءة وجودية إنجاز التعبير، القرآن يراهن على المؤمن القوي الهائل القوة، وبالتالي الإنسان الكامل بلغة الرومي ومحمد إقبال وأمثال هؤلاء وابن عربي أيضا والجيلي. هذا هو الإنسان الكامل. انتبهوا، القرآن هو صادم وصارم، حقيقة هو صادم وصارم، لكنه مرب معمق منضج للشخصية أيها الإخوة، قاشع للأوهام والضباب، ضباب الغموض والاعتلال والاعتذار الفارغ هذا. القرآن رفض كل ألوان وصنوف التعلات الميتافيزيقية التي تستند إلى القدر. الله بده هيك، الله شاء هيك، هو بده هيك عز وجل، هو خلقنا هيك، هو أراد أن نكون هكذا. مش صحيح أبدا. القرآن قال هذا كذب غير صحيح. هذه العلة غير مقبولة عند الله، مقبولة في ثقافات تعيش عليها أمم وتنحط بها، أمم وحضارات تنحط تهوي من الحالق أيها الإخوة، وتبقى في الحضيض 400 500 600 ألف سنة بهذه الفلسفة العدمية. القرآن غير مسؤول عنها إطلاقا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ما بده. إيش اللي يمنع أنه الله عز وجل كان يهدي إيه أبا جهل وأبا لهب، كما هدى إيه عمارا وبلالا وصهيبا مثلا، ولم يفعل ولم يشاء. وكله خير. منطق المسلمين اليوم هذا منطق عدمي، كله خير إن شاء الله خير. مش خير، وين خير؟ هذا كله الشر، هذا كله الكذب والتزييف. كذلك فعل الذين من قبلهم. الله يقول هكذا تنحط الأمم، هكذا تذوي الحضارات أيها الإخوة، بهذا المنطق العدمي، بهذه الرؤية. في نهاية المطاف شئنا أم أبينا مسالكنا أفعالنا هي مرآة للرؤى التي عندنا، للرؤى التي نختزل. أبدا ما في، على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة والثقافة والجماعة. المسلك مرآة للاعتقاد، للرؤية، للفيجن، للإيمان. ما في هذا. الله قال هذا سبب دمار السابقين. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يقول حتى هذه الحجة لا تستأهل أيها الأخوة ولا تحتاج أن تناقش، لأنها ظاهرة البطلان. فليعتصم الدعاة من وراء الأنبياء والمرسلين بماذا؟ بتبيان الحقائق فقط والدعوة إليها. اتركوا هذا الجدل العقيم الفارغ، لأنه جدل فارغ لا يدمنه ولا يمر عليه ويتمهر فيه إلا الفشلة. انظروا في الأفراد حولكم، في أقرب الناس إليكم، معارفكم وأصدقائكم وأحبابكم، تجدوا إن نظرتم تجدوا أن الفاشل ديدنه في صباحه ومسائه ووقته كله أن يعتل وأن يعتذر، علشان هيك وعلشان هيك ولو هيك باستمرار في عنده علل، باستمرار. هذا هو الفاشل. ولن تجدوا القوي المنجز الناجح يرضى بمنطق الاعتلال أبدا. القوي أيها الإخوة الماضي العزم الكبير الإنجاز كلما سقط كلما كبى لم يعتذر وإنما لام نفسه مدركا خطأه، يقول مني، هذا مني، هذا من حماقتي، هذا من غباء. ومن هنا كما قلت لكم أدب الاعتراف، يعترف هذا من حماقتي، من ضعفي، أنا هنا ضعفت. أنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. القرآن يؤدب الصحابة، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، إياكم أن تعتلوا بالقدر وبالغيب. والله شاء والله ما شاء. الكلام الفارغ هذا كلام الأمم المنحطة الضعيفة الواهنة الفاشلة التي أدمنت الفشل، استمرأته، استعذبته، تعشق الفشل يا أخواني، تحب أن تنتجه وتعيد إنتاجه بألف صورة ولون، تلوين جديدة كل ساعة وكل حين. لا الناجح لا يؤمن بهذا المنطق أبدا. قبل جان بول سارتر الفيلسوف والأديب الوجودي الأشهر ربما في القرن العشرين، أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين قال عبارة من أروع ما يقول. هذه العبارة ملخصها أيها الإخوة: نحن مجبورون على أن نكون مختارين. الله خلقنا هكذا، لم نشأ أن نختار، هو خلقنا الكائن المختار. كان يمكنه تبارك وتعالى أن يجعلنا على نحو الأشياء المادية، على نحو الشمس والقمر، تلف وتدور دون ما إرادة منها، أليس كذلك؟ دون دافع داخلي أو باعث، محكومة بهذا كرها
تلف كرها رغما عنها، لكن نحن لا، نحن نسجد أو نكفر أيها الإخوة، نتواضع أو نتشامخ، نؤمن أو نلحد، نعبد أو نجدف، باختيارنا، باختيارنا. الله شاء أن يخلقنا هكذا، إذا نحن مجبورون على أن نكون مختارين. ماذا قال جان بول سارتر؟ قال نحن محكومون بالحرية، نحن محكومون بالحرية، مكتوب علينا. كلمة محكوم على مكتوب يعني هكذا، لكن هو لا يؤمن بالله طبعا، ولا بكتاب الله، إنما يؤمن بالمنطق الوجود ذاته فقط. هكذا قدرون الكون ضمن الكون، ولا يتعالى على الكون، هو أننا محكومون بالحرية. يقول الشيء الوحيد الذي لا خيار لنا فيه هو أن نكون مختارين. هذا لا خير لك. إذا أنت مجبور في شيء فقط، هذا هو الشيء اللي أنت مجبور فيه، أنه ملكاش خيار أن تكون مختارا. نفس مفهوم أبي حامد الغزالي، لكن كله من منطلق رؤيوي مختلف. ذاك منطلق إيماني وهذا منطلق وجودي، لكن نفس الشيء، أنت محكوم بالحرية. قدرك أن تكون كائنا مختارا، لابد أن تختار في كل مرحلة. إياك أن تدع غيرك يختار عنك، لأنك ستخسر نفسك، ستخسر إنسانيتك. جوهر الوجود هو أن تكون موجودا حرا، فمن يخسر حريته يخسر وجوده، كأنه غير موجود. في نهاية المطاف هذا الذي لا يختار ويدع الظروف تختار له وتختار عنه وتختار باسمه وتصوت بالتالي باسمه، أيها الإخوة، هذا إنسان موجود وجودا فائضا زائد عن الحاجة، زيادة هذا سقط سهوا يعني في الوجود، ملوش أي تأثير، خلاف الإنسان الحقيقي الذي يساهم في تغيير مسار الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية والدينية والسياسية. هو يساهم، قد يخط خطا تتبعه من وراه أمة كاملة أيها الإخوة، كالذين يبتدعون المذاهب الفكرية هذه والاقتصادية والأخلاقية، ثم البشرية أو شطر منها أو أشطار تقنع بهذا المذهب وتسير في نهجه. شيء غريب، هو بشر واحد زينا باللحم ودم، 70 كيلو 80 كيلو وزنه، يفعل هذا. هذا هو الإنسان، هذا لا يمكن أن يقال إنه سقط سهوا أو وجوده وجود زائد أو فائض عن الحاجة. بلغة سيرين كيركيغو، أب الوجودية المؤمن الدنماركي، إما أو، هذا كتابه الأشهر، إما أو، عليك أن تختار إما هذا أو هذا دائما.